لله الذي اختار نبينا سيدنا محمد والصفا ومن رؤية قصه بالسفاهة أردى وللمقام المحمود ارتدى صلى الله وسلم عليه وعلى آله الكرام وأصحابه الأهلام. أما بعد فيا أيها الناس استشهدوا وما مثل العمل الصالح من استهداد وتصودوا ما مثل تقوى وطاعة الله ساد وحاسبوا أنفسنا لا شك في كونها محاسبة وراقبوا أحمادا به بلسة الأجفان مراقبة وتوبوا إلى ربكم واتجهوا واتقوا الله ما استطعتم واسمه وآتيه وتأهبوا فلا بد من نقلة الممات والوقوف من الخيامة في الرسات واعلموا أن الصلاة على نبينا المصطفى الكريم من مفتاح أبواب الرحمات وأن الاهتسام بجنابه الهسيم هو الموصل إلى أهل المراتب وأشرف الدرجات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد صلاة عبد يخشى عقوبة المولى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يغفر الله لنا ولكم ولجميع المؤمنين. الحمد لله الذي أسرخ في قلوب من ساه من عباده أنوار اليقين فنسجت جوارئهم لتاهة رب العالمين. نحمده تعالى ونشكره على إنهامه المتوالي كل حين ونستهينه ونستغفره من ذنوبنا التي كل منا بها رهين ونشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله مصطفى أجل سفيه في المسلمين. أما بعد فيا أيها الناس إن الله لم يخلقنا حبسا ولم يتركنا هملا بل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ولا يدخلنكم التكاثر في الأموال والأولاد فإن يوم القيامة يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون واستحيوا من الله أن يقلبكم في نعمه بكرة وأصيلا وأنتم على معصيته ومخالفته مهتكفون ومع كونه لا يحسب أن مثقال ذرة فقد هد لنا أدودا وجعل علينا أفسد وسهود وقال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. عباد الله تفكروا يوما يحاسب فيه العباد على النقير والختمير من كل سن صغير أو كبير. اللهم ارزقنا توبة نصوحا وآمنا بلطفك الخفي ما أنت أهله ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطفح بها عنا كل ويل وتجلب بها إلينا كل نيل وتحجبنا بها عن القوم المفسدين وتوجه بها إلينا نصر القوم الصالحين. آمين. يغفر الله لنا ولكم ولجميع المؤمنين. اللهم اجعلنا من المتقين الذين تقبل منهم ولا تجعلنا من الذين درسهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون عنه يحسنون ولا تحرمنا أجر هذه الهباء ولا أجر خيره. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسر علينا من لا يرحمنا يا ذا الجلال والإكرام.